هنا هنوه عن القوانين الأربعة لتغيير السلوك بتكوين عادة حسنة أو التخلص من عادة سيئة، واللي هتكلم عنهم في الحلقات اللي جاية قانون، واللي هم القانون الأول الإشارة، واللي لو كنت عايز تبني أو تكون عادة جديدة لازم إنك تخلي الإشارة واضحة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم إنك تخلي الإشارة مخفية. والقانون الثاني واللي هو الطوق، واللي لو كنت عايز تبني عادة حسنة لازم انك تجعلها جذابة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم انك تجعلها غير جذابة. والقانون الثالث واللي هو الاستجابة، واللي لو كنت عايز تبني عادة حسنة لازم انك تجعلها سهلة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم انك تجعلها صعبة. والقانون الرابع واللي هو المكافأة، واللي لو كنت عايز تبني عادة حسنة لازم انك تجعلها مشبعة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم انك تجعلها غير مشبعة. الخلاصة لو عايز تبني عادة جيدة جديدة خلي الإشارة واضحة، وخلي طوقك ليها جذاب، وخلي استجابتك ليها سهل، وخلي المكافأة مشبعة. ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة خلي الاستجابة ليها غير واضحة، والطوق ليها غير جذاب، والاستجابة ليها غير سهلة، والمكافأة غير مشبعة.